طبعا ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة يا رب. والف شكرا على ال3K. مش مصدق نفسي والله، يعني لسه ما تمتش ال3K، بس باذن الله بعد الفيديو ده هتم ال3K. واشكر كل اخ وكل اخت وقفت جنبي، وكل واحد دعمني وعمل لي شير للنسخة، او شير للفيديو اللي نزلته، او كتب لي كومنت حلو. طبعا انا هبدأ باذن الله هدي ال3K، ده هتبقى لوحديها حاجة لوحديها. غير كده كمان ان انا هبدأ كل واحد كتب لي كومنت في فيديو، من اول مثلا فيديوهين فاتوا، يعني اول فيديوهين فاتوا بده 3 فيديوهات، هاخد سكرين بالاسم بتاعه والكومنت اللي كاتبه. طبعا هنزله في المقدمة بتاعة الفيديو وكده. وبشكر كل اخواتي، يعني اي حد يكتب لي كومنت هرد عليه وهاخد سكرين برضو، وهجمع كل السكرينات في فيديو واحد وهنزله. المهم انا جاي لك الاول كده، عايز اوريك حاجه واحده. ده برنامج طبعا يمكن انتوا عارفينه، بتاع المشي وكده، واللي بيقول لك ده ما بتعرفش تسحب منه فلوس وكده. لا يا اسطى، انت هتسحب منه فلوس وربنا هيكرمك وانت عليك هتمشي. طبعا البرنامج ده عبارة عن ايه؟ ان انت بتخش بتسجل بجيميل جوجل عندك على التليفون تكون حافظه، كلمة السر بتاعته واسم الجيميل، تفتح بيها عادي. طبعا هنا الرصيد بيحول معاك كده 35. حسب بقى انتوا بتحسبوها سن روبل براحتكم بقى. تمام. طبعا هنا بتبدأ الخطوات، كل ما بتمشي كل ما بيحسب معاك خطوة وكده. طبعا انا بهز التليفون فهتلاقي عندك هنا بتتحرك. تمام. آه طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. طبعا انا ممكن انزل لكم فيديو شرح عليه. طبعا انا مش هينفع انزل فيديو شرح دلوقتي طبعا، بس لو عايزين انزل لكم فيديو شرح عليه هنزل لكم. طبعا انا كنت ساحب فلوس وكده، بس مش هعرف اوريها لكم السكرينات والله، الاثبات يعني وكده. من الاخر السكرينات اتمسحت. تمام. بس هنجيبها لكم يعني تاني وهنزلها لكم. طبعا انا كنت ماشي 1614 خطوة اللي هو اليوم. غير كده اصلا انت اصلا ممكن تجمع مثلا حسب بقى انت بقى 500 روبل فوق او 600 روبل فوق والكلام ده كله. ممكن مثلا 500 يجمعوا معاك مثلا كسكة 20 دولار 25 دولار. اقدر ان انا اخليك اصلا ازاي تعمل محفظة، وازاي تقدر تسحبهم على فودافون كاش وتحولهم لدولارات مصرية وتستلم الفلوس والكلام ده كله. كل اللي طالبه منك ان انت لو عايز شرح عليه، فيديو شرح كامل مخصص للبرنامج ده، واكتبولي في الكومنتات. تمام. طبعا ده البرنامج انتوا خلاص عرفتوه، هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. ده بيكسبك فلوس عن طريق الخطوات المشي. طبعا الفيديو بتاع النهارده ده كيبورد المافيا كبير الفيوم. طبعا الكيب ده اصلا مش هتلاقي زيه في المجال، واسمع الفيديو لغاية الاخر عشان تعرف مميزاته زائد الباسورد بتاعه. تمام. تمام. طبعا ده شكل الكيب بيفتح معاك، بيقولك كيبورد المافيا كبير الفيوم. هنا بيقولك مافيا كبير الفيوم، هذا التطبيق فك دوس موافق وخلاص. طبعا انت بتدوس على كلمة تفعيل دي. تمام. بتحدد الكيب. تمام. هو فين الكيب اصلا؟ هو اصلا عندي متفعل. تمام. لا هو مش متفعل اصلا، اللي هو اهو. وتدوس كده وتدوس موافق، موافق تاني. تمام. بعد كده بيقولك اختار الكيب، فانت بتختار الكيب. تمام. طبعا انا اجيب نسخة فاضية وجاي لكم. طبعا يا اخواتي وجبت لكم شات فاضي اهو. طبعا ده شكل الكيب، تكتب اي حاجة. طبعا دي الايموشنات. بتدوس تحديد. تمام. تحديد اهو، تقوم ماسح. تمام. او تدوس كده وتدوس تحديد وتدوس نسخ. طبعا بتدوس هنا دوسة مطولة، بيجيلك الواجهة دي موافق كبير الفيوم. بتدوس فعل دي وفعل دي، ودي هتلاقيها متفعلة، الغيها. بس اي حاجة هتنسخها تحديد نسخ هتلاقيها فين؟ هنا. تمام. تمام. طبعا ده شكل الكيب في اول سين. تمام. طبعا ده بقى لو انت راجل بتاع مرض، فالكيب ده مخصص ليك. لو انت بتحب المرض مش عايز مرض بقى، فاهم؟ فعادي، دي مجرد زخرفة مش اكتر. تمام. بس طبعا دي الايموشنات وكده، وهنا المنشن. وطبعا دي كده يعني، ودي الضحكة. هنا طبعا ده الانجليزي العادي. تمام. طبعا عندك هنا الارقام وكده. هنا بقى دي الزخرف، بمعنى ان انت بتكتب مثلا المافيا اهو شكل الزخرفة. طبعا دي الايموشنات وكده. برضو دي الارقام عندك فوق، ده لينك شاتي. تمام. تمام.
تعالى يا اخويا اوريك بقية المميزات. طبعا الاعدادات، الاقتراحات، الكلمات، والاهتزاز والصوت، تمام. وهنا الايماء، حاجات كده. انا حسيت الايماءات، خلي حساسية على الاخر عشان الكيب يكون سريع معاك. اللي هو بتخش على اول الكيب كده، بتدوس على الاعدادات، وبعد كده نيمات اللي هي تالت واحدة اللي هي دي، وبعد كده بتدوس على الحساسية وتجيبها للاخر. هنا التصميم حسب بقى انت عايز التصميم بقى كيف كبير صغير، ده براحتك. المظهر اللي هو اصلا السمات، طبعا بيقولك هنا اختار السيم او اختار الكيب. طبعا انا هختار الكيب اهو، تمام. اول سيم ده معانا اللي هو باللون ده، طبعا لون اصفر على الاسود، ده لون جامد. تاني واحد ده اجمد برضو، الاحمر، تمام. التالت وده طبعا اجمد منه، يعني ده شكل جامد صراحة، تمام تمام. رابع واحد ده اجمد، تمام. خمسة ده الاصفر بقى، اللي هو اللي مفيش منه اصلا، اللي هو شكله جامد اصلا، فاهم؟ اللي هو المافيا، واي ايموشن مش فارقة معاك، بس شكله جامد، فاهم؟ وده ده اجمد برضو يا جدعان، يعني حاجات جمدان صراحة. وده بقى الهادي بقى، وانت بقى ايه عايز لون هادي. وده بقى اجمد منه خالص، تمام تمام. والاخير اللي هو اساس الكيب اصلا، فاهم يا اخويا؟ تمام تمام. هنا السمات، وهنا الاختصارات، وانت هتصرف اختصارات، وهنا اليوتيوب، لينك قناة على اليوتيوب، خش اشترك، تمام تمام. عايز افهمك حاجة. طول ما مصطفى اللي هو انا اسمي الحقيقي مصطفى مش مافيا، وطبعا انتوا كلكم عارفين بيه الكلام ده او معظمكم. طول ما مصطفى ماشي في السليم، ما بيسرقش، ما بيحكش مع حد لاجل شهرة او لاجل انه يركب ترند او الكلام ده كله، طول ما الناس هتحبني. انت هتعمل نفسك ان انت حقود بقى، وانا هوريك ان اخليك الناس كلها تكرهك والكلام ده كله. فانا طالما الناس بتحب مصطفى او بتحب المافيا كبير الفيوم او مافيا صوصة حسب ما انتوا الاسم بتاعكم، فانا هفضل زي ما انا، وافضل الناس بتحبني. وناس كتير اوي، بس طبعا مش برمي الكلام على حد ولا بحك في حد، بس اللي انا عايز افهمه لك يا اسطى ان في ناس كتير اوي تحب تحقد عليا ويقول لك مش هتوصل، انت عمرك ما هتوصل حتى 500 مشترك. لا، انا الحمد لله دلوقتي تميت 3000 اخ واخت وداخل عليهم، ولسه اللي جاي احسن، وربنا يكرمني وهنزل حاجات شرح ومفيش كدب. والحاجه اللي هي هتبقى كدب فيها اقول لكم لا ده كدب فيها، وعمري ما نزلت حاجه على القناه كدب. كل حاجه بنزل لكم اثبات فيها. فانت تيجي تقول لي انت حرامي وانت بتسرق او انت بتكدب على الناس او انت كل حاجه حبيبي بنزلها باثبات، فما تجيش تقول انت حرامي، تمام؟ زائد يا جدعان، انا والله الرقم بتاعي 011 انا قافله كده، فقافله واتس، فعايز اي حاجه رقمي معاك ورن عليا الفون لو لقيتني قافله واتس، تمام. بس انا باذن الله هفتح رقم يعني واتس وكده، بس عندي مشكله في التليفون، تمام تمام. طبعا انا هسيب لك لينك البرنامج بتاع المشي اللي هو بيكسب فلوس وكده، هسيبه لك في الوصف، تمام. خش ثبته يا اخويا وانتظر الجديد مني باذن الله. وطبعا ده كيب خفيف وكيب هدية، يعني كيب حاجة بسيطة كده بس، يعني عشان بقالي كتير منزلتش قوي على القناة كيبات وكده بس. وكل اللي طالبه منك ان انت تعمل لايك وشير، مش اكتر. واكتب لي كومنت حلو، مش عايز تكتب كومنت ده براحتك، مش عايز تعمل لايك برضو براحتك، ولو مش عايز تشترك برضو براحتك، تمام. انا اهم حاجة اللي عندي حب الناس مش اكتر. وبس يا اخواتي، وسلام.